اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يلا بينا نعمل حاجه حلوه قوي ان شاء الله. لو جالك اي ضيف تقدري تعمليها لو اولادك. يلا بينا على الطريقه بسرعه. بصوا بقى يا بنات، هنا انا حطيت 3 معالق من النشا ومعلقتين من الدقيق وكمان 3 معالق من الكاكاو الخام الاسباني. هنا بقى حطيت تقريبا 6 7 8 معالق سكر. هي بتحب السكر كتير لان الكاكاو خام. لو حطيتي كاكاو محلى قللي السكر، حطي نص المقدار. انا هنا حاطه تقريبا 8 معالق، حطي انتي 4 معالق. هنا حطيت تقريبا 4 كوبايات من اللبن. وعايزه اقولك اللبن ده والمقدار ده على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، يعني ما تلتزميش بالمقادير قوي معايا. هنا انا عامله صينيه كبيره، وهنا حطيت حته شوكولاته وحطيت معلقه كبيره من الزبده. تمام. ونقلبها كده كويس جدا، وكمان حطيت 2 من الفانيليا زي ما انت شايفه كده. هنا انا عامله الصينيه كبيره زي ما انت شايفه. هنا بقى جبت بسكوت الاهلاوي اللي انت شايفاه ده، وكان عندي 4 اكياس من البسكوت بتاع المدرسه. هنا بقى يا بنات الصينيه الجميله دي، الصينيه دي مقاسها كبير، اللي هي بتتفتح. تمام، لو عندكيش اللي بتتفتح عادي اي صينيه وحطي جواها كيس او بلاستيك راب واشتغلي، وما توقفيش نفسك ابدا، ولا حاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك ابدا. هنا بقى ترصي البسكوت بالشكل اللي انت شايفاه ده، الشكل الجميل ده. اي نوع بسكوت يا جماعه عندكم، ما توقفوش نفسكم، اللي عندك اشتغلي بيه. انا كنت ناوي اعمله كله بسكوت المدرسه، بس بصراحه ما كانش عندي الا 4 اكياس بس من اللي انا كنت مخبيهم من العيال، وكملت عليهم ببسكوت ميري اللي هو البسكوت اهلاوي قصدي. زي ما انت شايفاه كده. بص بقى، انا حطيت 3 وحدات في كل جنب كده عشان يعمل شكل. فاهميني قصدي؟ يعني الحته دي ايه يعني تجميليه، عشان لما تيجي افكها كده بيدي منظر شكله حلو كده، يبقى البسكوت من الجنب. هنا بقى تحطي طبقه بين كل طبقه وطبقه، تمسحي بالصوص اللي احنا عاملينه ده. تمام وترصي بسكوت تاني، وبعد كده تحطي. بصي زي ما انت شايفه انا بمسحها، يعني مثلا مش بحط كده وبدلق كده بالكبشه ولا بالمعلقه، لا، انا بحط معلقه وبمسح. واقعدي خلصي الادوار كلها على قد كميه الصينيه اللي انت عاملاها. انا كده خلاص خلصت الكميه كلها وزي الفل. هنا بقى حطيتها في التلاجة وغطيتها طبعا بالبلاستيك راب زي ما انتم شايفين. ده كان تاني يوم بالليل، يعني انا كنت عاملاها قبلها بيوم، وده تاني يوم بالليل. عايزه اقول لك كل ما بتسيبيها في التلاجة كل ما بتبقى احلى واحلى. سيبيها يوم كامل، يعني مثلا انت عملتيها بالنهار النهارده، تاني يوم بالليل كليها بقى ودوقي احلى حلاوه. ده بقى الشكل اللي بقول لكم عليه، يعني تبقى كلها سودا كده والبسكوت كده المدور باين، فيدي شكل تجميلي حلو قوي. ده جا بقى يا جماعه الصوص ده صوص شوكولاته انا عاملاه، ولا بزيت ولا بحاجه. بص بقى هقولك تعمليه ازاي. تجيبي 3 معالق اللهم صل على كمان النبي، معلقه ونص من النشا ومعلقه ونص من الكاكاو، 3 معالق سكر، معلقه من الزيت، وكوبايه ونص ميه، وتقلبيهم على النار. بس كده. انا عايزه صوص وسط، ولا تقيل ولا خفيف، زي صوص النوتيلا كده. حلو. هنا بقى بالشوكولاته البيضاء كنت مسيحاها مع معلقه زيت. وهنا بقى جيت عايزه اعمل شكل كده، لقيتها جمدت. هي ما شاء الله الشوكولاته حلوه بصراحه، مع اني حاطه لها زيت، بس ما شاء الله بتجمد. هنا بقى التزيين بقى زي ما انت عايزه. هنا بقى حاولت ازين على قد ما اقدر يعني على قد ما عرفت. انا ما بعرفش ازين قوي يا جماعه، بس يا رب تعجبكم. بص بقى هنا ده بالشكل ده. الحاجه اللي عندي اللي جبت طلعت اللي عندي في التلاجة وحاولت اعمل بيه. ده اللي انا بحطه، ده اسمه سكر كده الوان، بيتباع عند الحلوانيه، شكله حلو قوي وطعمه جميل قوي على فكره. جميل قوي، فيه كل الالوان تقدري تجيبيها. بالشكل ده انا زينت على قد ما اقدر. عايزه اقول لكم انها شكلها جميله. هي مظلومه في الكاميرا، يعني في الحقيقه احلى من الكاميرا، والله العظيم 3. وعايزه اقول لكم طعمها يا نهار ابيض فظيعه، خفيفه، البسكوت مظبوط فيها، الصوص مظبوط، يعني مثلا ما تجزعيش منها، ما بتشبعيش منها، مظبوطه كده، ولا تقيله ولا خفيفه، لا مظبوطه. بصي الشكل الجمالي اللي جناب ده، اللي هو شكل البسكوت اللي قلت لكم حطوا في كل جنب 3 بسكوتات كده عشان يدي شكل كده لما تيجي تفتحي الصينيه. فظيعه جميله، مش عايزه اقول لكم قد ايه. بألف هنا ألف هنا وشفا. بص بقى انا هقطع قطعه كده واوريها لكم اهو. هنا بقى طبعا حطها على صينيه عشان تقدروا تشوفوها وانا بقطعها. عايزه اقول لكم شكلها جميل وطعمها احلى واحلى. عايزه اقول لكم انا اكلت القطعه كلها قدامكم اساسا قدام الكاميرا، وبعد ما خلصت خدت قطعه كمان. انا مش هسكت، انا خدت قطعتين. عايزه اقول لكم اهو. بصوا بقى هنا القطعه البسكوتيه اللي تحت دي ما جاتش معايا، بس طبعا بعد ما قفلت الكاميرا اكلتها ما سبتهاش. البسكوت بقى دايب كده، البسكوت طبعا بيطرى من الصوص وبيطرى كده وبيبقى ماسك نفسه، يعني شوف عارفه زي لما تكون حاجه طريه كده وماسكه نفسها. هنا بقى عملنا حاجه حلوه، ولا بفرن ولا بوتاجاز ولا باي حاجه. تخيلي ازاي فظيعه. هنا دي فظيعه حقيقي، فظيعه بجد بجد فظيعه.
بألف هنا وشفا على قلبكم. اعمليها ان شاء الله تطلع معاكي فظيعة وحلوة وبألف هنا وشفا على قلبك، هتعجبكم. بص انا بحاول اوريها لكم، جميلة جميلة وطعمها حلو قوي. انا مش عايزة اقول اكتر من كده بصراحة، يعني قلت بما فيه الكفاية. جربيها وادعيلي اديني قلب كده حلو منك، وادعيلي دعوة حلوة ان شاء الله. بألف هنا. بص الطبقات فظيعة.